إذاعة شرق الأوسط من القاهرة. آخر لخبطة. إعداد يوسف خليفة. الشاعر الغنائي بخيت بيومي، ممكن تختار معانا النهاردة مهنتك؟ حلاق. اسم حضرتك ايه؟ بخيت فرافيره للحلاقة بالزيرو. بخيت فرافيره للحلاقة بالزيرو، صورة كاريكاتورية مرفوضة للحلاق. المحل عندك ايجار ولا تمليك؟ لا ايجار ولا تمليك، انا وارثه عن جدي بخيت الاول بقاله 200 سنة. بشوفك بالنهار بتحلق على الرصيف وبالليل في فندق كبير. الصبح بحلق على الرصيف بالقوطة والبطاطس والليمون واي قروش، لكن بقى في الفنادق الكبيرة بقى عقبال عندك بالدولار، وممكن اتعزم وافضل احلق طول الليل وافضل اقبض طول النهار، والصبح اقعد على الرصيف برضه تاني. بيشوفوك دايما تحلق للزباين من غير فوطة، يا ترى ايه السبب؟ هو زبون واحد بس كل ما بيجيني بحط الفوطة واشيلها واقول له نعيما، صديق الاذاعة امام عمر. بتاخد الاجرة بالجنيه ولا لا باخد بالجنيه من الغلابة، لكن الجماعة اياهم باخد منهم بالاسترليني ومقدما قبل ما يقعد على الكرسي. عمرك ما حلقت لحد ببلاش؟ انا بحلق لنفسي وما ارتعليش، وحلقت مرة لصديق الشاعر عبد الرحمن الابنودي برضه ما رضيتش اخد منه لان احنا اصدقاء. الناس بتشتكي انك يوم بعد يوم بتعلي التسعيرة، يا ترى ايه السبب؟ ده حسب البورصة، كل البورصة ما بترتفع انا برفع التسعيرة، وتقريبا البورصة ما بتنزلش ابدا. انا شايفة العدة عندك مكسرة ومبهدلة والمشاط ما فيهاش سنان، يا ترى ايه السبب؟ دي بتاع الزبائن اللبط، لكن الزبائن المحترمين انا عندي عدة شايلها في الدرج بطلعها بعد الساعة 12 بالليل. ايه حكاية اجازة الحلاقين يوم الاثنين؟ ليه مش يوم الجمعة؟ انا ما باخدش اجازة ابدا نهائي، الحلاقة عندي عرض مستمر. عندك كم فوطة في المحل؟ هي فوطة واحدة كانت ملاية وقسمتها على 4. انت ليه بتفرق بين الزباين؟ ناس تروح لهم بيوتهم وناس يجولك هنا في المحل. انا بروح للناس المحترمين، لكن الناس اياهم لازم يجولوا لحد هنا، وانا ما بروحش لحد، اللي عايزني يجيني. ايه رأيك في الحلاقة عن طريق الكمبيوتر؟ جبناه ورمناه، ما ينفعش عندنا، هي المكن والمقصات والمشاط نافعة لما ينفع كمبيوتر. اخر لخبطة. شايفة عندك قسم للسيدات لكن ما فيهوش ولا واحدة ست. ما تفكرنيش بقى، انا قفلته، كان اخر مرة ملين منه جت عندي هنا وحلقت وبعد كده انتحرت. في يافطة مكتوب عليها اترك بقشيش والا حلاقة مفيش. هم بيدفعوا اجرة لما يدفعوا بقشيش؟ ده انا عندي 13 كمبيال على زباين مش لاقيهم وعمال بشتكيهم، اخيرا هوديهم للمحامي. شايفة عندك مقص ضخم جدا، يا ترى بتستخدمه في ايه؟ ابدا، بستخدمه في حالة واحدة بس، مع المطربين اللي مربيين شعرهم، نفسي اصطادهم واحد ورا واحد واحلق لهم شعرهم، بالذات المطرب اياه نفسي احلق له شعره بالزيرو واحلق له لسانه كمان. اخر لخبطة. موسيقى سامي منصور، تقديم هالة السعدني.